السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الدرس بتاع النهارده هنشوف ازاي ممكن نعمل كيس شيبسي على بلندر بطريقة بسيطة قوي، وكالعادة هنشوف كل حاجة وكل خطوة بنعملها ازاي وبنعملها ليه. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. مبدئيا طبعا زي ما احنا متعودين اي حاجة هدوسها على الكيبورد او على الماوس هتلاقيها في الجزء اللي تحت على الشمال ده، علشان لو اي حاجة فاتتك او ما خدتش بالك هي اتعملت ازاي ممكن توقف الفيديو وتشوف ايه اللي اتكتب هنا، فتعرف الحاجات اللي انا دوست عليها بالظبط. بس عادة انا بقول اللي انا بدوس عليه، فان شاء الله مش هتواجهك المشكلة دي، ولكن احتياطي كل حاجة موجودة عندك هنا. طيب اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ نعمل شكل كيس الشيبسي بتاعنا. فهنمسك الكيوب واللايت دول وهنعمل اكس وديليت. بعد كده اقرب حاجة هنقدر نوصل بيها للشكل اللي احنا عاوزينه هيكون هو البلين، فهعمل شيفت A وهعمل اد مش وهختار بلين. بعد كده هعمل RY90 وهدوس انتر علشان الفه بالشكل ده، وبعدين هعمل GZ1 وادوس انتر عشان ارفعه فوق الارض، وبعدين هبدأ اخلي البلين دي بشكل كيس الشيبسي اللي انا عاوزاه. فهبدأ اعمل SY علشان اعمل سكيل على الواي اكسس لحد ما اوصل لشكل كيس الشيبسي بشكل تقريبي كده يعني. فهعمل حاجة زي كده، وطبعا ما تنساش تعمل كنترول A ونعمل ابلاي سكيل. وناس كتير قوي بتسأل عن سبب ان احنا نعمل ابلاي سكيل، فخليني اوريك حاجة بسيطة. دلوقتي لو دوسنا N من الكيبورد هتلاقي ان هنا عامل لك اللوكيشن، دي الاحصائيات بتاعة اللوكيشن والروتيشن والسكيل. فلو تلاحظ هنا هتلاقي ان السكيل مش مظبوط. اول حاجة الاكس هتلاقيها 1، هنا 0.6، هنا 1، وهكذا. الحاجات دي بتعبر عن حجم الاوبجكت اللي عندك، اللي هو في حالتنا احنا هنا البلين. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البرنامج قاري ان انت غيرت على البلين بتاعتك، غيرت على الشكل الاساسي بتاعك، فكل حاجه واخده رقم مختلف عن التاني. الديفولت اصلا ان الحاجات دي بتبقى 1 1 1. فانت لو جيت ان انت عملت كنترول A وعملت ابلاي سكيل هتلاقيهم ان هم هنا اتوحدوا، كل حاجه خدت 1، وده بيقول للبرنامج ان ده كده الشكل الاساسي، مش ممطوط، مش متشكل، مش متصغر، حاجه زي كده. فده بيفيد ان انت لما بتيجي تطبق اي تكستشر او اي موديفاير او حاجه زي كده، البرنامج لما بيكون قاري ان ده الشكل الديفولت بتاعه، ده بيخلي فيه مشاكل كتير قوي نتجنبها. فده باختصارا ليه بنعمل ابلاي سكيل. طيب خلينا بقى نرجع لكيس الشيبسي بتاعنا. اول حاجه هختار البلين بالشكل ده، وبعدين هدوس تاب عشان اروح للاديت مود، وهاجي من هنا من الادج سيلكت، او ممكن تدوس 2 من الكيبورد عشان تختار الادج سيلكت. وانا طبعا محتاجه ان انا اقسم البلين بتاعتي دي، محتاجه ان انا اديها مش كتير، يبقى عندي مش كتير او تقسيمه كويسه للمش بتاعي علشان اقدر ان انا اعمل بعد كده الايفكت بتاع كيس الشيبسي ده. فهاجي اعمل كنترول R عشان اعمل لوب كات، وهعمل لوب كات واحدة هنا، هدوس دبل كليك بالشكل ده علشان اكونفيرم مكانها في النص بالظبط. وهاجي من تحت من هنا من اللوب كات اند سلايد دي، وهعلي دي هخليها حاجة زي 40 مثلا وهدوس اند. بعد كده هاجي اعمل كنترول R وهعمل واحدة كمان بالطول ونفس الكلام هخليها 40، وده علشان اتأكد انه المش بتاعي متقسم تقسيمة مظبوطة، لان ده برضو بيفرق جدا في التشكيل بتاع اي مش عندك، ان انت يبقى عندك التقسيمة تبقى مظبوطة، مربعات متساوية، ده بيفيد جدا. بعد كده هاجي هدوس 3 من النمباد علشان اشوف بالظبط من قدام بالشكل ده، وهاجي هدوس 1 علشان اختار الفيرتكس سيلكت. هروح اختار اول صف فيرتسز دول والشيفت، وهختار الصف الاولاني من فوق بالشكل ده، وهبدأ ان انا اعمل SZ عشان اعمل سكيل على الزد اكسس، حاجة بس بسيطة خالص كده. بعد كده هختار اول صفين والشفت وهختار اول صفين من هنا. انا كل اللي انا عاوزة اعمله ان انا عاوزة اثبت الجزء ده عندي علشان يكون الجزء بتاع كيس الشيبسي اللي فوق ده ما يتنفخش مع باقي الكيس، لان احنا كل ده هنخليه بعد كده ياخد شكل ان هو يتنفخ كده علشان ياخد شكل كيس الشيبسي. بس انا عاوزه اثبت الجزئين دول ان هما ما يتنفخوش معايا. فهعمل ده ازاي؟ هروح على الفيرتكس جروبس وهعمل جروب جديد، وخلينا دبل كليك كده ونسميه بن جروب عشان ده الجروب اللي احنا هنعمل له بن، فهنثبته وهدوس انتر. وبعدين
هروح من هنا اعمل assign. مجرد ما عملت assign انا كده حطيت الفيرتسز دول كلهم اللي انا عامله لهم select جوه البين جروب ده. تمام. بعد كده هرجع على الاوبجكت مود علشان اعرف اعمل موديفاير، وهروح على البلين دي، ومن الموديفايرز هروح اعمل add modifier، ومن generate هعمل solidify modifier، لان انا محتاجه ان انا ادي سمك بسيط قوي للبلين بتاعتي، لكن مهم جدا ان انت تعمل لها apply. فهاجي من هنا هعمل ابلاي. طيب ليه هنعمل ابلاي للسوليديفاي موديفاير؟ علشان دلوقتي لو احنا رحنا دوسنا تاب بالشكل ده هناخد بالنا انه انا دلوقتي عماله بسلكت اهو على الفيرتس الناحيه دي، بس الناحيه الثانيه هو مش قاري عندي اي حاجه هنا خالص، مش قاري عندي اي مش، فهو دلوقتي قاري لي الجزء ده بس، ان ده كل الاوبجكت بتاعي هو البلين دي، لكن مش قاري الجزء اللي ورا. فدلوقتي لما بنعمل ابلاي، بس لازم طبعا تتاكد انك على الاوبجكت مود، لما بتعمل ابلاي للسوليديفاي موديفاير هو خلاص طبق السوليديفاي موديفاير على الاوبجكت بتاعك، فدلوقتي بقى عندك من هنا فيسز ومن هنا فيسز، فهو كده خلاص بقى ده الشكل الاساسي بتاعك. نفس فكره تطبيق السكيل اللي احنا شرحناها في الاول، انت كده طبقت الحاجه خلاص، فبقى ده الشكل الاساسي معاك، بقى ده الاوبجكت الاساسي، هو اساسا كده بقى ليه سمك. تمام. الحاجه اللي بعد كده والاخيره اللي احنا هنروح نعملها في الموديلنج بتاع كيس الشيبسي، ان احنا محتاجين بقى ان احنا نديله الشكل النفخه بتاعته دي. فهروح اختار البلين بتاعتي، وهاجي من هنا من الفيزيكس وهدوس على كلاث. تمام. بعد كده هنزل من تحت هنا وهبدأ أظبط السيتنجز بتاعتي. أول حاجة هفتح البريشر ده هو اللي بيدي النفخة بتاعة الكيس. الكلوث أنا مجرد إن أنا قلت له إن أنا عاوزاه يبقى قماش يبقى كلوث، بس دلوقتي البريشر هو اللي هيعمل لي التأثير اللي أنا عاوزاه بتاع الكيس ده. بعد ما عملت البريشر هتروح من تحت من الفيلد ويتس، وهتتأكد إن أنت تعمل الجرافيتي دي 0. الجرافيتي اللي هي الجاذبية، فاحنا هنعملها 0 علشان لما نعمل بلاي الكيس الشيبسي ده او الاوبجكت بتاعي ما يقعش. دلوقتي لو جيت تدوس بلاي كده هتلاقي ان هو ثابت في مكانه، لكن خلينا نعمل كنترول زد. لما الجرافيتي كانت 1 اول ما هتدوس بلاي هتلاقيه بيقع بالشكل ده علشان الجاذبية هتسحبه لتحت، فهنخلي دي 0 وهندوس انتر. طبعا ما تنساش ان انت تعمل كنترول اس عشان تسيف البروجكت وما يروحش منك، علشان مجرد ما هتبدا ان انت تغير في البروبرتيز اللي عندك بتاعه الكلوث، لو الحاجات دي تقيلة على الجهاز هتلاقي الجهاز ضرب منك وهتحتاج ان انت تعيد كل حاجة من الاول، فيستحسن في الخطوة دي ان انت تسيف البروجكت بتاعك. تمام. بعد كده هنقفل الفيلد ويتس، مش هنحتاج منها اي حاجة تاني، وهنبدأ ان احنا نطبق السيتنجز بتاعتنا. طبعا السيتنجز دي بتيجي بالتجريب، مش بتيجي بحاجة انت حافظها او حاجة زي كده، انت بتفضل تجرب لغاية ما بتوصل لأحسن حاجة ممكنة، وانا فضلت اجرب لغاية لما وصلت للسيتنجز اللي عجبتني انا شخصيا. ممكن وانت بتقلب تشوف دروس تانية كل واحد بيعمل السيتنجز بالطريقة اللي هو عاوزها، فدي حاجة ما تلخبطش خالص. كل ما في الامر ان كل واحد بيجرب لغايه ما بيوصل لافضل شكل بالنسبه له هو. فانا البريشر عملتها 1.8، وبعدين خلاص كده هنقفل البريشر. هنيجي نفتح الشيب والشرينكينج فاكتور دي. مبدئيا كده اول حاجه عملناها البريشر هو المسؤول عن النفخ بتاع الكيس الشيبسي اللي عندك. تمام. الشرينكينج فاكتور مسؤول عن تمدد العنصر نفسه، تمدد البلين نفسها، بحيث ان هي تاخد شكل منفوخ شويه، لان عشان ما تكونش متجمده كده. فالبريشر هو قدر الهواء اللي جوه الكيس، والشرينكينج فاكتور قد ايه هو هيتمدد معاه. فهنيجي على الشرينكينج فاكتور وهخليها نيجاتيف 0.1، هدوس انتر. ودلوقتي لو انت جيت تدوس سبيس هتلاقي ان بدأ يبقى عندك فعلا شكل كيس الشيبسي بالشكل ده، بدأ الشكل يبان. خلينا طبعا نعمل كليك يمين وشيد سموث، ولكن هتلاحظ اكتر من حاجة. اول حاجة الجزء اللي احنا عملنا له بين هو مش موجود عندي هنا. طيب ليه مش موجود؟ علشان احنا ما ضفناش البين جروب. فهنيجي من الشيب، خلينا نرجع للاول بالشكل ده، وهاجي من البين جروب من هنا هختار البين جروب بتاعتي. دلوقتي لو انا جيت كده عملت دوست سبيس هتلاقي ان الجزء اللي فوق واللي تحت اتثبتوا بالشكل ده، ولكن هتلاحظ انه الجزء ده شكله كده مش مظبوط عندي قوي، تحس ان المش دخلت في بعضها من هنا. فعلشان كده هنيجي ننزل تحت الشيب كده، خلاص هنقفل الشيب وهاجي هفتح
الكوليجن. من الكوليجن من هنا هفتح السيلف كوليجن. السيلف كوليجن ده اللي هي بتعمله ان هي بتخلي المش بتاعك ما يدخلش في بعضه. طبعا ده مش بس في كيس الشيبسي هنا، ده بيفيدك جدا وانت شغال على الكلوث الحقيقي. لو انت بتعمل حاجة فيها قماش فده بيمنع القماش ان هو يدخل في بعضه. فخلينا نرجع كده وندوس سبيس، هتلاقي الدنيا بقت شكلها عامل كده، بس هتلاقيه بايظ بالطريقة دي. طيب نحل بقى البوظان اللي حصل ده ازاي؟ هنحل ده بان احنا هنيجي على الديستنس اللي تحت السيلف كوليجن وهنعملها 0.001 وهدوس انتر. دلوقتي لو جيت كده ودوست سبيس هلاقي بقى عندي حاجة زي كده. واخر حاجة هعملها في جزء الموديلنج ده ان انا هروح ادوس تاب عشان اروح للاديت مود، وهتأكد ان انا فاتحة التوجل اكس راي من هنا، وهدوس 3 من النمباد عشان اتأكد ان انا عاملة سيلكت مظبوط. وهاجي من هنا هاجي على الادج سيلكت وهعمل سيلكت على دول كده وشيفت، وهسلكت دول برضو من الناحية التانية، وهاجي اعمل اس زد حاجة بسيطة خالص علشان بس اطول اخر فيسز عندي قبل الجزء اللي متثبت ده. هطولها بس حاجة بسيطة خالص، وهرجع للأوبجكت مود هعمل كنترول A وهعمل apply all transforms علشان اعمل apply للروتيشن واللوكيشن والسكيل كمان. ودلوقتي خلينا نلغي التوجل اكس راي وهعمل بلاي، فهلاقي عندي الجزء اللي كان بايظ هنا ده اتظبط بالشكل ده لما احنا طولنا الجزء ده شوية. خلينا ندوس تاب ونزود حتة كمان اس زد ونشوف اللي هيحصل. خلينا نرجع لورا نعمل بلاي. تمام كده بقى مظبوط عندي من فوق ومن تحت. دلوقتي ممكن اعمل كنترول 1 علشان اعمل subdivision surface modifier، فبقية المشاكل اختفت خالص عندي وبقى عندي تماما شكل الكيس بالشكل ده. كنترول اس علشان نعمل سيف. دلوقتي هنبدأ نظبط السين بتاعنا. فأول حاجة هعملها إن أنا هعمل Shift A وهعمل Add Mesh Plane، هدوس S عشان أعمل لها سكيل حاجة زي كده. وبعدين هبدأ إن أنا أعمل الماتيريال بتاعة كيس الشيبسي. طبعا أنت ممكن تعمل التفاصيل هنا بتاعة الجزء ده أو ممكن ما تعملوش وتكتفي بس بالتكستشر بتاعة كيس الشيبسي بتاعك، فهختار ده وهبدأ أروح للشيدنج تاب من هنا. هعمل زوم ان علشان اشوف كويس بالشكل ده، وهاجي من هنا هكبر الجزء ده شوية وهزوم ان هنا، وهاجي من هنا هفتح ال UV editor يبقى عندي هنا وهنا. ده هيبقى الجزء بتاع الماتيريالز بتاعتي. فأول حاجة هعملها ان انا هاجي على كيس الشيبسي هنا هدوس تاب علشان اروح للإديت مود، وانا على الإدج سيلكت هاجي هقرب كده خالص من هنا وهعمل كنترول R وهعمل edge loop هنا في النص، دبل كليك علشان اكونفيرم، وبعدين هدوس يو من الكيبورد وهعمل من هنا مارك سيم. مارك سيم دي انا بقول له علمي على الادج لوب دي كلها ان هي تبقى دي القطعه بتاعه اليو في ماب بتاعتي، يعني اقطع لي اليو في ماب من هنا علشان يبقى عندي الوش لوحده والظهر لوحده. تمام. هاجي بعد كده هدوس 3 من الكيبورد هعمل select all، هدوس A من الكيبورد علشان اعمل select all. هناخد بالنا طبعا ان هنا كل ال UV map على بعضها مش باين لها اي تفاصيل خالص، فمجرد ان انا هعمل U مرة كمان وهعمل unwrap فهو كده هيعمل لي unwrap بحيث ان يكون عندي ده كده الوش. خلينا نتأكد، وده طبعا الظهر كأنه زي كتاب اهو. لو انا جيت من هنا عملت select على الفيس دي وكنترول شيفت وعملت select على الفيس الأخيرة دي، فهتلاقي إن دي الفيسز بتاعة الوش، وطبعا نفس الكلام الناحية التانية الفيسز بتاعة الظهر. طيب أول حاجة هنعملها ده علشان إحنا متقدمين شوية، خلينا نعمل 0 علشان نرجع لأول فريم خالص قبل ما نعمل البريشر. هرجع دلوقتي على الشيدنج تاب وهاجي بس هرفع كيس الشيبسي ده فوق الأرض لأن هو واضح إن هو داخل جوه البلين. جي زد وهرفعه لفوق مؤقتا كده، خليه كله بس يبقى باين قدامي. وممكن نروح على الرندر بريفيو من هنا وخليها ايفي، ومؤقتا ممكن نضيف بس لايت مؤقت كده اد لايت اريا لايت وجي زد وهرفعه لفوق حاجة زي كده، واس هعمل سكيل وهزود الباور بتاعتها خليها حاجة زي 300 مثلا مؤقتا كده. تمام.
ما تنساش تعمل كنترول اس علشان تعمل سيف. ودلوقتي هسلكت كيس الشيبسي ده وهروح لتاب عشان اروح للاديت مود. طبعا انا كنت عامله سيلكت، كنت اوريدي عامله سيلكت على الفيسز دي كلها، بان انا رحت عملت سيلكت على اول فيس خالص وكنترول شيفت، وهتعمل سيلكت على اخر فيس خالص في الكورنر هنا، فهيعمل لك سيلكت هو اوتوماتيكلي على كل ده. تمام. بعد كده هنروح ندي الكلام ده كله نيو ماتيريال من هنا، وهاجي من البيس كولر همسك النقطة بتاعة البيس كولر دي وهسحب لبره كده واسيب، وهختار الايمج تكستشر وهدوس دوسة علشان اكونفيرم، وهاجي اعمل اوبن علشان اختار الصورة اللي عندي. هختار فرونت. انا طبعا منزله صورتين من جوجل، انت طبعا لو شغاله على بروجكت حقيقي هيبقى عندك صور هاي كواليتي ومتظبطه اكتر من كده، ولكن انا نزلت اي صورتين من على جوجل علشان بس اخدم الدرس، ولكن هما مش افضل صور طبعا، بس انت زي ما بنقول لو عندك اصلا بروجكت هيبقى معاك الصور بتاعتك. هنعمل اوبن ايمج وهبدأ ان انا اظبطها مكانها. هاجي من هنا كده هزوم اوت وهدوس ايه علشان اعمل سيلكت اول على كل الفيسز بتاعتي، وهبدأ ان انا اعمل جي علشان احركهم لحد ما يظبط معايا. اعمل سكيل وابدأ اظبطها اس اكس. طبعا زي ما بقولك انا منزله الصوره بس من جوجل فهتلاقيها مش مظبوطه افضل حاجه معايا، ولكن طبعا لو كانت الصوره احسن من كده كان ده هيبقى افضل للشكل العام. طبعا لو تلاحظ كده الصورة بتتكرر معايا لما بنزل كده هنا الصورة بتتكرر، ده ليه؟ ده علشان دي كده معمولة ريبيت، فانا هاجي من هنا هغير ريبيت دي واخليها كليب علشان ما يتكررش معايا مهما حصل. اس زد. هبدأ اتأكد ان انا ظبطة الصورة قدر الامكان. يعني لو جينا من الظهر هنلاقي انه الظهر واخد عندي برضو نفس الماتيريال، انا مش عايزه ده، انا كده ظبطت الوش خلاص تمام، بس انا عايزه الظهر تاخد ماتيريال تانية. فهعمل ايه؟ هاجي وانا عامله سيلكت كده هدوس كنترول اي علشان يعمل سيلكت على كل الفيرتسز اللي مش معايا، وخلي بالك ما تروحش تسلكت الظهر بنفس الطريقه علشان هتلاقي ان انت بالطريقه دي سبت الفيسز اللي على جنب دي، هتلاقي ان انت ما عملتلهاش سيلكت خالص. لو انت عملت سيلكت على الفيسز اللي قدام والفيسز اللي ورا فهتكون كده اهملت بقيه الفيسز اللي عندك على الجناب التانية، فعلشان كده يستحسن ان انت تعمل كنترول اي علشان تعمل انفيرت للسلكشن بتاعك على طول. طيب بعد ما عملنا كده هنيجي من الماتيريال هنا هنعمل بلس علشان نعمل نيو ماتيريال وهنعمل اساين. كده انا قلت له ان الفيسز دي انا عايزه اديها ماتيريال مختلفه، ولو جيت هنا هتلاقيها خلاص بقت بيضه ما بقتش واخده نفس الماتيريال التانية. بعد كده هنيجي نعمل نفس الكلام نيو ماتيريال والبيس كولر هنوصلها بره وايمج تكستشر وهعمل اوبن وهفتح الصوره بتاعه الباك وهعمل اوبن ايمج. كده خلاص بقى عندي الظهر هنا، ولكن لو ناخد بالنا الظهر هنا مقلوب، فهاجي هنا هدوس A عشان اعمل select all على الفيسز بتاعتي، وهاجي من هنا هفتح الباك عشان اشوف الصورة بتاعة الباك وهبدأ ان انا اظبط الجزء ده. طبعا الفيسز مقلوبة فهعمل RY 180 وهدوس انتر وهجيب دي G وهجيبها هنا وهبدأ ان انا اظبطها. هعمل سكيل وجي وهجيبها على جنب كده. تمام، يعني انا بحاول اوصل لأفضل حاجة ممكنة. تمام، خلينا نروح نشوف النتيجة من اللاي اوت. نرجع على الاوبجكت مود ونفتح من هنا. خلينا نشوف دلوقتي النتيجة بقت عاملة ازاي. هرجع كده وهدوس بلاي وخلينا نعمل دي سايكلز وهخليها جي بي يو كومبيوت والماكس سامبلز 256. فبقت عندي النتيجة حاجة زي كده. طبعا بتقدر بعد ما بتدي الايمج تكستشر ان انت تتحكم برضو في الميتاليك والرفنس بتاعة الماتيريال بتاعتك علشان تدي اللمعة بتاعة كيس الشيبسي دي بالشكل ده، فده يدي الماتيريال بتاعتك واقعية اكتر، فهتزود قيمة الميتاليك وتقلل الرفنس، بس طبعا قللها بنسبة ما تبانش ان هي كأنها مراية علشان ما تبوظش برضو التأثير ان هو في الاخر كده كده زي البلاستيك بتاع كيس الشيبسي ده. فممكن نعملها حاجة زي كده معقولة
وبس كده هيتبقى عندك ان انت تظبط السين بتاعك، وهيكون كيس الشيبسي جاهز معاك. واخر حاجة انا ملاحظة ان في هنا جزء بايظ كده، فده هيكون حله بسيط جدا. فهنروح ندوس تاب على الاديت مود، واعمل A علشان تعمل select all، وكنترول R علشان نعمل لوب كات، وهندوس دوسة ونسحب لفوق خالص بالشكل ده. فهنحل المشكلة دي. ومن تحت نفس الكلام، كنترول R عشان نعمل لوب كات، واسحبها تحت خالص، واسحبها تحت خالص، وبعدين دوسة كمان علشان تكونفيرم، وبعدين هنرجع للأول وندوس play، ويبقى عندنا الشكل مظبوط بالطريقة دي. فبس كده، دي كانت الطريقة اللي احنا عملنا بيها كيس الشيبسي بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات، يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. واشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.